بمكون واحد بس هنعمل مع بعض ناجتس الفراخ وكفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبجد طعمهم وهمي، وان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. محتاجين مع بعض صدور فراخ او وراك فراخ مخلية، ميكس الاتنين مع بعض بيدي طعم حلو قوي. لو صدور فراخ بس هيبقى هتحط لها حتة دهنة عشان تعزز طعمها. هنفرمهم بالشكل ده. هنحط بصلتين وقرنين فلفل مبشورين وعصرين ميتهم كويس، ومعلقة بابريكا ومعلقة بهارات فراخ، وهنظبط ملحنا وننزل ببهارات لحمة وفلفل أسمر، وهنضرب كل ده كويس مع بعض. وبعد كده هننزل عليهم ب3 أو 4 معالق بقسماط على حسب العجينة ما تلم معاكي، وربطة بقدونس مغسولة ومتقطعة. هنضرب كل ده مع بعض كويس جدا. بعد كده هناخد الخليط هنحطه في التلاجة لمدة ساعة أو نص ساعة يتشمع، وبعد كده هنطلعه نصبعه. واحنا بنصبع لازم ايدينا تكون مدهونة شوية زيت عشان العجينة متمسكش في ايدينا. انا مصبعة النهاردة على معلقة عشان لو ما عندكيش السيخ ما توقفيش نفسك عليه. على جريل سخن كويس جدا هننزل بالكفتة، وياريت تكون متشمعة برضو في التلاجة بعد التشكيل، وهنديها الصدمة وهنسويها، وهتبقى حلوة وبألف هنا وشفا. هنيجي ناجتس هنعامله معاملة البانيه بالظبط. محتاجين دقيق وبيض وبقسماط. في التشكيل الناجتس هنعمله زي صبع الكفتة صغير، يكون صغير كده شوية من غير ما نشكله على معلقة أو سيخ أو أي حاجة، وهنبططه تبطيطة صغيرة، وهنعمله من الدقيق للبيض ومن البيض للبقسماط. نكون مسخنين الطاسة كويس، الزيت متوسط السخونية، ونكونوا مشمعينها بعد التشكيل برضو في التلاجة عشان تمسك نفسها، وهتبقى بالشكل ده معاكم. وبجد طعمها والله تحفة جدا وهيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى المتابعة واللايك للصفحة عشان يوصلكوا كل جديد.